كل حاجه ليها ايجابياتها وليها سلبيات. خلينا ناخد كده البروس اند كونز بتاعت كل حاجه سريعا. يلا بينا. يعني على سبيل المثال الدور الارضي والدور الاخير. الدور الارضي تاخد مساحه ازيد تقدر تستفيد بيها، لكن مقابل ده خصوصيه اقل. اما الدور الاخير خصوصيه فيه بتكون اعلى، لكن مقابل ده تبقى مشكله لو العزل مش اقوى حاجه. في نفس الوقت كمان لو العماره كبيره شويه او حاجه ان يحصل اي صيانه في الاسانسير. طب الدور الاول؟ الدور الاول انا بشوفه ان هو مميز جدا لو انت قدامك فيو، لان غالبا انت ما بتحتاجش تطلع لحد الترس عشان تشوف الفيو، انت بتشوفه من عند باب الشقه، لكن في نفس الوقت بيكون اقرب للدوشه. طب لو عندي بقى تشطيب كامل وبدون تشطيب؟ التشطيب الكامل طبعا بيشيلك من الهيدك تماما بتاع التشطيبات، وفي نفس الوقت بيكون بيتقسط مع الاقساط، بالاضافه انه كمان بيخلي المشروع يسكن بشكل اسرع، سواء لو انت حبيت حتى كمان تاجر الوحده. لكن في المقابل لو الشركه مش قويه قوي غالبا بتعمل لك تشطيب كوميرشال شويه، لانها بتدي المشروع لمقاول واحد او لشركه واحده او شركتين بالكثير خالص. الناحيه الثانيه لو انت بتشتري حاجه بدون تشطيب الاهتمام بالتفاصيل هيكون ادق شويه وهتطلع حاجه احسن، لكن طبعا التكلفه اعلى.